عيني يا ديك عين، عيني يا ديك عين، عيني يا ديك عيني يا عيني. يا هلا والله، مساء الخير. من باب كده والذي علم بالقلم، فإحنا هنحاول نشرح الألماني واحدة واحدة من الصفر. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، ربنا يدينا ويديكوا الصحة وطولة العمر لغاية ما نخلص لمستوى البي اينز. ده اتفاق. بعد البي اينز نبقى نشوف هنكمل ايه. هناخد البيت باي، هنكمل تي اينز، هتكمل تي سفاي، هنشوف. بس يعني المشوار بتاعنا هنبدأ من الأ اينز للبي اينز. طيب، واحدة واحدة. انا علشان ادرس الالماني محتاج ايه؟ محتاج اول حاجه تعرفها هي الالفابيت. الالفابيت احنا اتكلمنا عليها كتير، وانا تقريبا عملتها في اكتر من فيديو. صراحه كان يعني فيديوز مشهوره او منشوره قبل كده على اليوتيوب، وانا عملتها، بس عملتها في صوره كرتون شويه، ما كانتش يعني خلينا نبدا من الصفر، خلينا نبدا من الاول خالص. فالنهارده صراحه مش هنتكلم عن الالفابيت، مش هبدا لك بيها، ولكن هبدأ لك بأكتر حاجة أي حد بيدرس ألماني بيبقى متوتر أو متلخبط فيها، هي الفيا كاسوس أوف دويتش، الأربع حالات إعرابية اللي هناخدها في الألماني. فإحنا نبدأ بأول حالة إعرابية، وهي حالة اسمها حالة الرفع. يا رب يبقى الخط واضح، أنا بحاول على قد ما أقدر تبقى الدنيا لطيفة، يعني صرفة ومكلفة. قلم روتو ب5 جنيه، على أيامنا كان ب4 جنيه، بس ماشي. واحد أزرق أهو، بتاعي كان أحمر عشان يعني نروق علينا. طيب، نبدأ كده بالراحة. عندنا نوميناتيف. أول حاجة أنا محتاج أعرف المصطلحات الألمانية دي واحدة واحدة معايا، إنه أنا أعرف اسمها إيه. يعني لازم أعرف يعني إيه نوميناتيف، يعني إيه حاجة اسمها أكوزاتيف، يعني إيه جينيتيف، يعني إيه برونوم، يعني إيه بيرسونال برون. الحاجات دي كلها لازم إن أنا أكون عارف معناها. هقول لك لأ، ما تعرفش معناها، أنت غصب عنك هتعرف. ما تحطش في بالك وأنت بتدرس ألماني إنه أنا لازم أعرف الحاجات دي، لأ، عشان متبقاش تقيلة على قلبك. فمن كتر التكرار هتتظبط معاك. تمام. طيب، النوميناتيف هو حالة الرفع أو الفاعل. فاعل الجملة الألمانية، فاعل في الجملة. خط واضح. طيب، الألمانية، إخواتنا في سوريا وفي فلسطين ألماني مش ألماني، عشان نص تعاملي معاهم أصلا. المهم، الفاعل ده يعني ممكن يكون إيه؟ طيب، هل أنا هخش بقى في حتة الإعراب والنحو، أو أنا محتاج إنجليش؟ لأ، فكك من الحاجات دي كلها، بالراحة كده. أنا عايزاك واحدة واحدة، وصلي على النبي. وابدأ معايا. طيب، الألماني عندي عشان تجيب النوميناتيف لازم يكون بيدل مش اسم أو كلمة ليها أداة فقط. لأ، ده غلط، ده اعتقاد خاطئ، لأنه بلاقي كوارث في الكورسز معايا. ناس فاكرة أن النوميناتيف هي الكلمة بالأداة، تبدأ تتوه بقى. لأ، ممكن يكون اسم شخص، اسم شخص، اسم بني آدم بالعربي أهو. طيب، ممكن يكون اسم الشخص ده زي مثلا فاطمة، زي حسن. هاخد أسمائي أو أسماء العيلة طبعا. عندي فاطمة، عندي حسن. تمام. طيب، لو أنا بعوض عن فاطمة بضمير، بقول هي، بقول أنا، بقول أنت، بقول هو، أيا كان الحاجة اللي بقولها، فكده أنا بتكلم في حاجة اسمها ضمير شخصي. ضمير شخصي، بالراحة بالعربي، واحدة واحدة، الدنيا سهلة خالص. يبقى أنا عندي تاني، سيبك من العنوان اللي هو مش ظاهر أصلا ده أهو، كيف تدرس الألمانية. احنا محتاجين نركز على النوميناتيف. فاعل الجملة في الألماني، أدي الفاعل ممكن يكون اسم شخص زي اسم فاطمة، زي حسن، زي علي، زي أحمد، زي إسراء، وهكذا. ممكن يكون ضمير شخصي زي أنا، أنت، هو، هي، وهكذا. ضمير إيه؟ ضمير شخصي. طيب، بعد كده الحالة التالتة اللي عندي، هي دي بقى اللي بتلخبطكوا شوية، هو الاسم بالأداة. إن شاء الله الصورة واضحة. ادي الاسم، وأي اسم في الألماني لازم يكون له أداة. أي اسم في الألماني لازم يكون له أداة. يبقى تاني، أنا عندي الحالة الأولى في النوميناتيف إن يكون الاسم اللي عندي هو اسم شخص. الحالة التانية في النوميناتيف إنه يكون ضمير شخصي.
حاول أزيلك الورقة أهي زي الفل. أول مرة تصوير فمشيه أختك ولسه يعني بدأ. طيب بيكون ضمير شخصي يعني أنا أنت هو هي أيا كان الضمير، وهنتكلم عليها بالتفصيل واحدة واحدة. امشي لك معايا أو امشي معايا واحدة واحدة. بعد كده الاسم زي القطة، الكلب، الرجل، الزوج، الزوجة، الأب، الأم، العيلة، اللي مش عارف أي اسم في الألماني لازم يكون له أداة، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. بعد كده الاسم اللي لازم يكون له أداة آخر حاجة عندي هي رقم 4. الاسم ومعاه أداة ملكية. أداة ملكية. تاني يبقى أنا دلوقتي خليني أسهل لك الحتة دي كده. تمام. تاني يبقى أنا عندي النوميناتيف أهو. عادي النوميناتيف هو اسم فاعل الجملة. بنقول فاعل أو مبتدأ، بس عشان ما دخلكش في حوارات الإعراب وتخاف خليني أقولك فاعل. نوميناتيف يبقى يكون اسم شخص زي اسم فاطمة، زي اسم حسن. يكون ضمير شخصي زي أنا أنت هو هي بقى براحتنا، أو يكون عبارة عن أي اسم زي القطة، الكلب، الفار، الترابيزة، الكتاب، القلم، الكراسة، عيش. وطبعا أي اسم لازم يكون له إيه؟ أداة. طيب الاسم اللي له أداة ده أنا ممكن أجيب الاسم ومعاه حاجة اسمها أداة ملكية، زي ما أقولك كتابي، جوزي، أو زوجي، أو رجلي. شو اختار اللي يريحك. تليفوني، شباكي، بيتي، بيتك، أختك، فطارك، غداك، عشاك، فلوسي، فلوسنا، فلوسكو، مصاريفنا، كورسنا، الكورس بتاعنا يعني كده. ملكية، في ملكية بتدل على ملكية لضمير معين أو اسم معين، ودي هنتكلم فيها بالتفصيل. كده انت عرفت الحاجات اللي بتبقى فيها حالة أو الكازوز نوميناتيف بالعربي خالص. النهاردة هنتكلم على ايه؟ النهاردة هناخد بايشبيلا بالمناسبة خليني اكتبها لك تحت كده، يعني أمثلة examples لو انت عندك شوية انجلش. على فكرة الانجلش بتاعي ضارب، بس غصب عني تلاقيني برضو بتكلم يعني كده يعني شوية انجليزي أقرع ونزهي. يبقى عندك ايه؟ بايشبيلا يعني examples أو أمثلة. أمثلة واحدة واحدة بتبدأ تكتب الكلمات دي في كراستك، وبتكتب التصنيفة دي في قامتك في كراسة محترمة. طيب قبل ما اخشلك في التفصيلة دي، أذاكر ألماني ازاي أو أعمل ايه عشان أتابع معاك الألماني واحدة واحدة وأمشي الكورس صح؟ وهل الكورس ده هيخليني أحتاج كورس أخد كورس بره إضافي ولا لأ؟ واحدة واحدة همشي لك الخطوات دي. يلا بينا. يا دوب بس غيرت لك الورقة وجينا هنكمل على الجزء اللي فات. طيب تاني كنا بنقول أذاكر ألماني ازاي. أنا هخليك تعمل يعني أنا إن شاء الله همشي معاك في الكورس زي ما بشتغل الكورس بالظبط الأونلاين. يعني عادي بالظبط، يعني كل حاجة، كل المعلومات هتتقالك، وكل الشبغاشن وكل الدار وكل حاجة هتتقالك عادي خالص. مش مطالب منك أو مطلوب منك غير 3 دفاتر، 3 كشاكيل. هكتب لك برضو الحاجات دي كده واحدة واحدة مع بعض. يبقى أنا محتاجة منك 3 دفاتر. الكاميرا هتقلب ماشي. 3 دفاتر. واحد هتخصصه جراماتيك، حاجة اسمها جراماتيك، جرامر يعني، عشان لو انت لسه الدنيا في الأول يعني. تمام. كل الجراماتيك اللي هنشرحه مع بعض هتبدأ تروح تسجله في الكشكول ده من الأول A1 لغاية B1 مخصصه للجراماتيك. طيب الدنيا مش تمام قوي في الفلوس والماديات. أعمل ايه؟ كشكول كبير، أجندة حلوة من اللي بيبقى مكتوب عليها 2006 واحنا في 2024 دي. حلو، كلنا عندنا أجندات، وأقسمها 3 أجزاء للمستوى الواحد. يعني كل مستوى خلي لها أجندة خاصة بيها. تمام. ال البارت 2 أو الجزء الثاني تالت سباي هيكون عبارة عن حاجة اسمها جيش بريش. بريش يعني conversation. عارف conversation؟ المحادثات، الديالوج. سبريشن يا سيدي التحدث، مهارة التحدث، اسمها برضو تحدث يعني سبريشن. دي أي سؤال هيتكتب سبريشن عندنا في الكورس إن شاء الله هتبدأ تكتبه في الدفتر، تعمل عليه ماركر كده، وتبدأ تكتب إجابتك أو الإجابة المحتملة أو الإجابات المحتملة إن أنت تقدر تجاوب بيها في الألماني.
بحيث ان انا لما اقول لك راجع الفترة دي مثلا sprechen او راجع Gespräch A11 راجع Gespräch A12 ده اللي هو البورت الاولاني في الكورس اللي هو ال A11 او ال A12. ال A11 اسمه A11 لغاية ما تاخد الارقام وتاخد الالفابيت. ال A12 اللي هو ال A12 بارت 2 من الكورس او الجزء الاولاني او ليفل 1 عشان ما تتوهش مني برضو. يبقى تاني انا عندي 3 دفاتر، الجزء الاولاني هيكون جراماتيك، الجزء التاني هيكون جيشبريش او شبريشن، واخر جزء معاك هيكون عبارة عن تكست او لازم بلس فوت شاتس. لزقتها في بعض شوية، ماشي. فوت شاتس يبقى اللازم اللي هو نماذج القراءة وانا هقولك تجيبها منين بالظبط، وعندك الفوت شاتس. فوت شاتس يعني الثروة اللغوية او الكلمات الفيرتا بتاعتك، حاجة اسمها كده فيرتا. يبقى فيرتا يعني كلمات، فوت شاتس برضو كلمات، مفيش اي اختلاف بين الاتنين. انا حاسة ان الشاشة مش ظاهرة قوي، يا رب تبقى شايف وما تدعيش علينا من التصوير المحترم الجميل قوي ده لغاية ما ربنا يكرم ونظبط الدنيا شوية. مش هتظبط قوي، مش لازم 3 دفاتر، خليك في اللي احنا كاتبينه. يبقى جراماتيك جيشبريش اللي هو شبريشن، وبعد كده الجزء التالت هيكون للليزن والفوتشتس او الفورت. ماشي طيب. خلاص يبقى كده احنا نتفق مع بعض، احنا بادئين كورس جراماتيك مع بعض، وفي نص الكورس اقول لك اسئله شبريشن معينه او طريقه الاجابه عليها، فوانت قاعد بتتابع معايا واحده واحده تجيب الدفتر كده وتعمل ايه تلخيص. طيب وانا بحضر الكورس معاكي هحتاج اروح كورس تاني؟ لا مش تحتاج. طب انا عايزه اتكلم اعمل ايه؟ هقول لك في فيديو تاني تعمل ايه، انه انت تلاقي حد تتكلم معاه. انت لو متابع التيك توك هتلاقي الشات جي بي تي، هتلاقي والله جوجل نفسه ممكن تتكلم معاه، ما فيش مشكله. مجرد انه القالب بتاع الالماني جاهز في دماغك، فانت مجهزه ان انت تسال وترد وتتكلم ومحضر اجابات في دماغك. مجرد ما حد بيكلمك انت تلقائي بترد من المخزون التلقائي اللي في دماغك. ففكره انه انا لازم الاقي حد امارس معاه اللغه دي فكره انا عايزاك تشيلها من دماغك. ليه؟ لان هي غلط، فكره خاطئه. لان انا لو كلمت واحد الماني ونص نص الماني، هو مش شرط عليه ان هو يقعد يصحح لي كل شويه، على عكس مثلا اللغه او اللغه اللي معاك في الكورس هيصحح لك. ليه ما كانش انت وهو عندكم اخطاء؟ لانه هي مش لغه الام. ده لو كان قاعد هناك ما شاء الله بقى، يعني مولود في المانيا اصلا، يعني من اصل عربي ومولود في المانيا، ماشي اقول لك بتمشي. وخلي بالك كمان المدرس الالماني العربي مش اقل من المدرس الالماني. ده ممكن يكون الماني وعايش في المانيا ومش عارف يوصلك المعلومه، ودي حصلت معايا في حد معايا في الكورس، خد الكورس مع حد الماني مش فاهم، هو بيتكلموا الماني وهو مش فاهم. فلما جه شرحنا الكورس لا ابتدى يفهم، بدأت الدنيا توضح شويه. فالفكره مش ان واحد الماني يشرح لك الكورس، ما انا ممكن اكون مصريه عربيه ما اعرفش اوصل لك المعلومه باللغه العربيه، ما اعرفش اشرح لك جراماتيك او جرامر العربي، نحو اللغه العربيه وانا بتكلم عربي. فمش اي واحد بيتكلم لغه يعرف يشرح لك الكورس، دي مشكلتك. لانه انت بتجري ورا ده الماني هعرف اعمل معاه كشبريش او هعمل معاه دايالوج. ده غلط، معتقدات خاطئه. عايزين نلغي الحاجات دي بقى من دماغنا. احنا في 2024 بدل ما بتروح تجري في حاجات مش عايزين نتكلم فيها، بتجري ورا الموضة والفاشن والتيك توك مش عارف ايه وي وي. لا خليك بقى في المصطلحات اللي فعلا فيها تشغيل مخ وتشغيل دماغ. انت عشان ما نطولش الفيديو بيبقى طويل عليك، انت مش محتاج واحد ألماني تمارس معاه اللغة، ولا صاحبك اللي بيدرس معاك في الكورس الألماني تتكلم معاه. انت محتاج تعرف عايز ايه من الألماني، محتاج منه كلمات معينة، محتاج جمل معينة تعرفها، وقت ما بتحتاجها بتلاقيها بس. شكرا. خصوصا كمان ان الالماني على عكس الانجليش تحس ان الاكسنت ما شاء الله متطوره شويه، يعني مش عارف بريتش اكسنت، امريكان اكسنت، مش عارف ايه. الالماني حتى لو في لهجات بس مش كتير، مفهوم، هو قالب واحد، اسطمبة واحدة، هما ناس روتينية تحب الروتين، حاجة ثابتة. يعني أنا عايزة أروح السينما مثلا، هقول لك تقولها ازاي. ich will ins Kino gehen، بس خلاص. وقت ما تقول أنا عاوزة أروح السينما معاك القالب الجملة ich will ins Kino gehen، ich möchte ins Kino gehen، خلاص خلصت كده، أنا معايا الحاجة بتاعتي. عاوز مية، خليني في الجملة البسيطة خالص ich möchte gern Wasser bitte، خلاص خلصتها.
وقت ما تحتاج تطلب مية المية موجودة، يعني الجملة بتاعت المية موجودة مش المية هي اللي موجودة. تمام. واعذرونا على الصوت، ان الصوت انا عارفة ان الصوت رايح شوية، بس علشان يعني في كحة وفي دنيا نيلة بنيلة، بس عادي يعني ان شاء الله تعدي على خير وتكونوا فاهمين. يبقى تاني عشان ننجز الوقت، 3 دفاتر قاماتك، ودفتر تاني كشبريش او شبراشن، والتالت هيكون لازم هيكون فوتشاتس او الفورتا الكلمات بتاعتك، وهقول لك واحدة واحدة تعمل ايه، وهشبهها لك واجيب لك سكرينات والدنيا حلوة. بعد كده ننتقل، مش مشكلة عشان الناس اللي بتيجي تعدل في العربي ما شاء الله البوستس على الفيسبوك بلاقي تعديلات قوي على الكتابة بالعربي، مع ان انا مش بركز فيها لان انا عايزة انجز، انا المهم عندي الكتابة الالماني. فالمهم نيجي لأول حاجة في الجراماتيك بتاعنا، وهي الكلمة بالأداة الدا والدي والدس. هنشرحها على رواقة وأفرق لك بين التلاتة، وأفرق لك يعني كمان الضماير، وواحدة واحدة، وبرضه ورقة وقلم وسجل معايا.